ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اول فيديو في سلسله قعده بنات، والسلسله دي طبعا باين من اسمها ان هي هتكون فيها كل حاجه بتخصنا احنا كبنات، من ميك اب، من سكين كير، من مواضيعنا، من تطوير ذاتنا. فلو انتي حابه تطوري من نفسك كملي الفيديو للاخر. اول حاجه انا حابه افكركم في حاجه في بدايه الفيديو. انا اليوتيوب في الاناليسيس بتاعتي او في الاحصاءات بتاعت القناه جايب لي ان 80% من اللي بيشوفوا الفيديوهات مش عاملين سبسكرايب. فانا بفكركم في البدايه كده اعملوا سبسكرايب واعملوا كومنت عشان الفيديو النهارده مفيد جدا. وهاتوا ورقه وقلم وحاجه تشربوها لان الفيديو ممكن يطول مننا. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه وهي حاجه بديهيه جدا عشان احب نفسي، ان انا لازم اكون عارفه نفسي. تفتكر ان في حد ممكن يحب حد من غير ما يعرفه؟ عمرك ما هتحب حد وانتي مش عارفه هو مين وايه تفاصيله وايه صفاته وايه شخصيته. فانا لازم عشان انا اكون بحبني اكون عارفه انا مين. فانا هسألك دلوقتي سؤال، ولو جاوبت عليه فاحنا كده قصرنا نص المسافة. والسؤال ده هو: لو انت دلوقتي جيت سألتك انت مين، هتكون ايه اجابتك غير اسمك ووظيفتك وجنسيتك وشغلك وتعليمك؟ انت مين بعيدا عن كل ده؟ انت متجردة من كل الحاجات اللي احنا بقينا فيها في الحياة. انا مين كشيرين، كالحاجات اللي انا بحبها بعيدا عن الحاجات اللي انا اتولدت لقيت نفسي بعملها. فانت ممكن توقفي الفيديو دلوقتي وتكتبي في الكومنتات انت مين، شايفه نفسك ايه، شايفه نفسك ايه بعيدا عن كل حاجه اتحطينا فيها في الحياه. وطبعا في كتير مننا ما يعرفوش نفسهم، ودي حاجه مش عيب، بالعكس دي حاجه كويسه. فانا جايه النهارده اقولك بقى ازاي ممكن تعرفي نفسك وتحبيها. اول حاجه عشان اعرف نفسي لازم اسال نفسي انا مين. لو ما لقيتش اجابه هعرف ازاي انا مين؟ اول حاجه وهي ان انا اكتب ايه الحاجات اللي انا بحبها، ايه الحاجات اللي انا مش بحبها، ايه مبادئي وايه قيمي وايه حدودي، وانا شايفه ايه اللي بيبسطني وايه مش بيبسطني، ايه احلامي وايه اللي انا عايزه احققه، ايه السبب اللي مخليني كل يوم عايزه اصحى من النوم. لو جاوبت على الاسئله دي كلها فانا اضمن لك ان انت عرفتي نفسك بنسبه كبيره جدا. وحاولي على قد ما تقدري تقعدي تسالي نفسك كل سؤال بيجي في دماغك، لان كل اجابه انت هتلاقيها بتقربك لنفسك اكتر وبتخليكي تعرفيها وتخليكي تحبيها. تاني نقطة وهي ان احنا كتير مننا بيقول انا ما بطيقش اقعد لوحدي، ما بطيقش الوقت اللي بعديه مع نفسي. كتير مننا بيحط نفسه في خروجات هو مش عايز يخرجها عشان بس مش حابب يقعد لوحده. فلو انتي وقتك لوحدك في اوضتك اللي بتقضيه مع نفسك انتي شايفاه تقيل وشايفة قعدتك مع نفسك تقيلة، طب مين هيشوف قعدتك خفيفة؟ لو انتي شخصيا مش مستحملة نفسك تفتكري مين ممكن يستحملك؟ فانتي حاولي تخلقي لنفسك جو حلو بتعملي نفسك وانتي قاعدة مع نفسك، بتولعي شمعة، بتعملي سكين كير، بتتفرجي على مسلسل، بتعملي اكل بطريقة معينة. اعملي لنفسك جوك الخاص اللي تخليكي لو انتي لوحدك انتي مش حاسة بوحدة. ومش معنى ان انتي لوحدك يعني ان انتي وحيدة، بالعكس ممكن تكوني عايشة لوحدك زي مثلا بس حاسة بونس، حاسة ان انتي مش لوحدك، مالية يومك، عاملالك جو مخليكي مش محتاجة ان يكون في حد في حياتك. مش معنى كده انه بقولك استغني عن الناس، لا، بس خلي وقتك مع نفسك يكون مثمر، يكون بيفيدك انتي وبيحسن من نفسيتك. وتالت حاجة وهي ان احنا ما نقولش لنفسنا كلام سلبي. جماعة انا جاتلي فترة كنت بقعد انتقد نفسي في اي حاجة، فعلا كنت ملاحظة ان اللي حواليا مش بيحبوني الفترة دي، كنت ملاحظة ان انا قيمتي مش احسن حاجة. تعرفي ان انتي لما بتقولي لنفسك ان انا نحس، عقلك الباطن بيصدق ده فعلا وبيشوفك انسانة منحوسة. فخدي بالك حتى من الهزار اللي انتي بتهزريه مع نفسك، ما تسمحيش لنفسك انك تقولي كلمة وحشة عنها او تنتقديها. بالعكس حاولي تقضي وقت قدام المراية بس مش كتير عشان ما نتلبسش. يعني حاولي تقضي وقت تمدحي نفسك، تحطي ميك اب انتي بتحبيه، تهتمي بنفسك على قد ما تقدري، تشوفي نفسك احلى واحدة في الدنيا. الكوكب بيحط لنا معايير كتير للجمال، سنة بيقولك الوش الرفيع هو احلى وش، وسنة يقولك الوش اللي بخدود هو احلى وش، وسنة يقولك العيون الملونة هي احلى حاجة، وسنة يقولك لا، سنة يقولك الجسم ارفع حاجة هو احلى حاجة، وسنة يقولك لا الساعة الرملية هو احلى حاجة. فاحنا لو عشنا على معايير المجتمع مش هنخلص. المجتمع عايزك تعيشي بطريقة معينة، كل سنة في ستايل لبس، كل سنة في ستايل ميك اب، كل سنة في ستايل سكين كير، كل سنة في ستايل في كل حاجة. لو عشت كل سنة على الستاندرز اللي هما بيحطوها لي مش هنخلص.
هتشوفي نفسك وحشه كل سنه. ومفيش بنت وحشه، كلنا عندنا جمالنا اللي بيميزنا، لكن اللي بيفرق واحده عن واحده ان في واحده بتحب نفسها وبتهتم بيها، وفي واحده تانية لا، تهملها تقولها كلام سلبي، وده بيخليكي تكرهي نفسك مع الوقت. مع الوقت من كتر الكلام السلبي اللي بتقوليه لنفسك انت مش هتطيقي نفسك. فحاولي على قد ما تقدري الكلام اللي بتقوليه لنفسك يكون ايجابي، ويكون عباره انك بتدلعيها وبتدلليها، عشان انت لما بتكوني مكتفيه من جوه بالكلام اللي انت بتقوليه لنفسك، لو حد قاله اوكي، لو محدش قاله عادي، انا قايله لنفسي كل الكلام الحلو. خامس نقطه وهي انك تهتمي بنفسك من جوه ومن بره. بعيدا عن فايده ان اهتمي بنفسي من جوه ومن بره، لكن هي ليها بعد نفسي تاني احنا مش واخدين بالنا منه. عارفين يا بنات اليوم اللي بنوضب فيه المطبخ وبنغسل المواعين ويجي حد من اخواتنا ياخد اطباق او يدخل برجله متوسخه، بنبقى متضايقين جدا لان احنا مستخسرين تعبنا اللي راح على الارض. انت مع نفسك نفس الحوار، لما بتبقي بتهتمي بنفسك وبنفسيتك وبتقرأي وبتغذي نفسك بكلام كويس وبتغذي وشك بسكين كير وبتقربي بروحانيتك لربنا، لما بيجي حد يحاول ينتقدك انت هيبقى مش بسهولة بتتأثري في الموقف ده، لان انت مشبعة نفسك من جوه، فانت هتبقي بتستخسري ان انت تخلي نفسك تتأثري على اي موقف. هتبقي شايفة ان نفسيتك انت تعبتي عشان ترمميها وتحسنيها، ووشك تعبتي عشان تهتمي بيه، فاليوم اللي يبقى مش عايزه تهتمي بيه تفتكري ان لا انت تعبتي فمش عايزه تبوظي. زي كده اللي بتلتزم في دايت ويجي ضميرها يأنبها في اليوم اللي هي بتاخد فيه فري، ليه؟ لان هي حست ان هي تعبت جدا عشان توصل للشيب والجسم اللي هي بتحلم بيه، فلما بتبوظ بتحس ان هي قصرت. فانت حاولي تكون نفسيتك وشكلك من بره ومن جوه اول اهتماماتك، عشان هتستخسري تزعلي على اي حاجه ساعتها، وهتقيمي دي حاجه تستاهل ان انا التعب اللي انا عملته في نفسي ده يستاهل ان انا اتاثر باي موقف ولا لا. الحاجه السادسه اللي عايزه اقولها لكم، وهي حاجه احنا ما بناخدش بالنا منها خالص، وهي بتغير في نفسيتنا، وهي العطاء. عارفين البنت اللي هي بتبقى في اي قعده تقولك انت شكلك حلو، لا لون الروج ده حلو عليكي، لفه الطرحه دي تحفه، اللبس بتاعك جميل، انا بحب ستايلك. البنت اللي بتقعد تدي كلام حلو هي بتكون مكتفيه من جواها وبتكون مبسوطه، فبتقدر تشوف الحلو في غيرها. في كتير مننا بيحس ان هو لما بيشوف حد احلى بيتضايق، ودي غصب عننا. ممكن تكوني انت من جواكي مش شايفه نفسك حلوه، فلما بتشوفي حد غيرك حلو بتتضايقي. عشان كده النقطه دي ترجعنا للنقطه اللي انا كنت بقول لكم فيها، ان حاولي على قد ما تقدري تقولي كلام حلو لنفسك، لان انت لما تبقي شايفه نفسك حلوه هتشوفي اللي حواليكي حلوين، وتبداي تدي حب، تدي كلام حلو، تدي اهتمام. ولما بتبداي تدي كلام حلو وعطاء اكيد ده هيرجع لك تاني، فلما يرجعلك تاني هتكوني اسعد وتحبي نفسك اكتر، لان انت مش هتقولي حد انت حلوه وتلاحظي الحلو اللي فيها غير وتلاقيها المره الجايه تقولك الحلو اللي فيكي، لان كل شيء متبادل. وحتى لو البنت دي ما قالتلكيش المره التانيه شكلك حلو، فخليكي عارفه ان انت اللي استفدتي من جواكي، لان احنا لما بندي بنتبسط اكتر، ودي حاجه في طاقتنا الانثويه، العطاء. النقطه السابعه وهي حاولي تشكري نفسك. حاولي تشكري نفسك على كل مجهود انت بتعمليه عشان تحسنيها للاحسن. حاولي تشكري نفسك على كل مره اتمشيتي لوحدك. حاولي تشكري نفسك على انك عملتي حاجه كويسه، انك عملتي طبخه كويسه. على ابسط حاجه انا بشكر نفسي وبمدحها، على ابسط حاجه. لو عملت اي حاجه في حياتي اللي هو عملت سكين كير عادي شطوره ايش انك عملتي سكين كير، واقف قدام المرايه واقول لنفسي كلام كويس. فخليكي كمان كده اشكري نفسك على كل حاجه، حتى لو حاجات تافهه وعبيطه ومحدش هيشكرك عليها، اشكري نفسك عليها وقدري اي مجهود انت بتعمليه. النقطه الثامنه وهي المقارنه. عارفين مؤخرا بعد ما اتخرجت جات لي شهر كده كنت قعدت في البيت كامل، ما كنتش بشتغل وما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي، فكنت بدأت ادخل في الزاويه دي اللي هو اشوف ما شاء الله الناس اللي حواليا بدأوا يشتغلوا، مش كنوع من انواع ان انا بحقد عليهم، بس كنوع من انواع ان انا حاسه ان كل حاجه بتتحرك وانا ثابته مكاني. فبدأت اقارن نفسي، طب انا العيب فيا، طب انا ما كنتش شاطره كفايه، طب انا كنت مقصره كفايه. فبدأت المقارنه غصب عني بتحسسني بأحاسيس سلبيه كتير، وبتحسسني ان المشكله فيا. وصدقيني عمر ما المقارنه هتخليكي تشوفي غير الجانب الحلو في حياه الناس، لان محدش هيشارك خيبته. فخليكي عارفه ان الشخص اللي انت بتقارني نفسك بيه ده في حاجه هو محروم منها، في حاجه ناقصاه. محدش هيطلع يقول ويشتكي يقول انا ناقصني كذا وكذا وكذا.
زي ما كلنا بنعمل، كلنا بنشير على السوشيال ميديا اسعد اوقاتنا، صور واحنا فيها بنضحك، لكن محدش فينا بينزل صور وهو فيها بيعيط. خليكي عارفه ان الشخص اللي انت بتقارني بيه نفسك ده هو عنده حاجات كتيره ناقصاه هي عندك. الحاجة التاسعة وهي حاولي ما تصدريش أحكام. بمعنى كتير مننا بيكون نازل مثلا الشارع ويلاقي سواق التاكسي متعصب ويعامله بطريقة مش كويسة. هل ده العيب فيكي؟ لأ، هو ممكن يكون اليوم بالنسبة له مش أحسن حاجة، ممكن يكون متخانق مع أي حد، فأنتي بتجيبي المشكلة فيكي. أكيد أنا الشخص لا يطاق، وممكن أكون أنا شخص ما عندوش قبول، وتبدأي ترمي اللوم على نفسك. فهنا بقولك ارحمي نفسك، حاولي تقللي الكلام اللي انت بتقوليه لنفسك السلبي، اللي بيبقى جاي نتيجة انك بتصدري احكام على الناس ان هم بيعاملوك بطريقة وحشة بسبب ان في مشكلة فيكي. بالعكس، كل واحد فينا عنده قصة محدش يعرف عنها حاجة، فحاولي انك تعذري الناس، وحاولي انك تكوني دايما عندك حسن ظن بيهم. الحاجة العاشرة والاخيرة، ابعدي عن الصراعات، ابعدي عن اي مقارنة حد حطك فيها، ابعدي عن كل حاجة بتستنزف من طاقتك، تجاهلي الناس السلبية. لو عندك صحاب بيشدوكي لورا ابعدي عنهم، لو عندك صحبة سوء ابعدي عنهم، لو مكان شغلك بيستنزفك ابعدي عنه، وحاولي تدوري على شغل وانت في شغلك. طبعا ما تسيبيش شغلك قبل ما تلاقي شغل، بس حاولي ان انت تدوري على حاجة تانية بديلة. ما تبقيش في مكان فيه صراع وبيستنزف طاقتك على الفاضي. الحياة مش مستاهلة واحنا بنعيشها مرة واحدة بس، فليه ما نعيشهاش واحنا مبسوطين، بعيد عن الصراعات والمقارنات والخناقات والدوشة ومين قال ومين عاد. خليكي عايشة في سلام لوحدك بهدوء، بتعملي اللي انت بتحبيه ببطء من غير اي دوشة ومن غير اي صربعة. والحاجة الاخيرة اللي ممكن اقولها لك، حبي نفسك لان هي تستحق الحب، وان انت خليكي فاكرة ان الشخص اللي مكمل معاكي في حياتك نفسك. وشك اللي انت شايفة ان هو مش احلى حاجة هو اكتر حاجة مميزاكي. جسمك اللي انت شايفاه مش احسن حاجة هو اللي شالك، هو اداكي اماكن معينة وصفرك واستحملك. حاولي تحبي كل حتة فيكي وتحبي نفسك من جوه ومن بره، لان لو انت محبتيش نفسك محدش هيحبك. وخليك عارفة ان انت تستاهلي الحب، وعادي كل البعد عن كل حاجة بتشككك في نفسك، لان فعلا كلنا نستاهل ان احنا نتحب. وبكده تكون خلصت اول حلقه من فيديوهات سلسله قعده بنات. لو عجبكم الفيديو وعايزين السلسله دي تكمل قولي رايكم في الكومنتات، وانا بحبكم كلكم، ويا رب كل المتابعين هنا يكونوا بنات. ما تنسوش تعملوا كومنت وسبسكرايب، بفكركم المره الثانيه اهو، وباي باي.